مرحبا، شلونكم؟ إذا عندك 200 ألف شنو أحسن موبايل تقدر تشتريه بهاي الفئة؟ من خلال بحثي وبعض الموبايلات أنا مجربتها اقترحها عليكم تقدرون تشتروها، وإذا ببالكم موبايل ثاني غير هاي الموبايلات هم كتبوا لنا إياه بالتعليقات ممكن نستفاد. وبصراحة أخذت وقت طويل حتى أختار لكم هاي الأجهزة، وتأكدت من إنه هاي الأجهزة حاليا متوفرة بالسوق العراقي. يلا هو اول موبايل من سامسونج هو السامسونج جالكسي اي 15. يجي هذا الموبايل بشاشه سوبر اموليد وسطوع الشاشه 800 نتس، ويجي بمعالج الميديا تك هيليو جي 99 8 نوام. راح تشوفون هنا الفريمات اللي يشغلها للالعاب، بما انه جماعه الالعاب محتلين القناه. والبطاريه مالته 5000 ملي امبير، وبشاحن سلكي بقدره 25 واط. وبالنسبه للكاميرا فيجي بكاميرا ثلاثيه، العدسه الرئيسيه 50 ميجا بكسل والكاميرا السيلفي 13 ميجا بكسل. وراح احط لكم هماتين صور الاداء الكاميرا من بعض المراجعين على النت، لانه انا ما عندي هذا الجهاز. يشتغل الموبايل بنظام اندرويد 14 وهي واجهه ال1 UI 6 من سامسونج. بالنسبه لسعر هذا الجهاز فراح احط لكم الاسعار هنا. هذه الاسعار حسب صفحه القلعه. الموبايل الثاني هو الاتش ام دي بولس برو، طبعا انا عندي اياه، خل اشوفكم اياه. هذا هو الموبايل. اوكي طبعا خل احكي لكم شوي على الشركه يمكن مو هواي يعرفوها. هاي الشركه فنلنديه من الاتحاد الاوروبي، وهذا الموبايل هو اول موبايل ينزل العراق، ما صار له فتره من نزل. واصلا اطلاق الهاتف عالميا كان بشهر ابريل هاي السنه، يعني صار له 3 اشهر. الشيء اللي يميز هذا الموبايل هي الكاميرا، بالاخص السيلفي. هواي ناس من يشترون الموبايل يخلون كاميرا السيلفي اولويه، فيجي بكاميرا السيلفي بدقه 50 ميجا بكسل ومدعمه بالذكاء الاصطناعي، وتقدرون هماتين تلتقطون الصور باستخدام الايماءات. والكاميرا الخلفيه المزدوجه هماتين 50 ميجا بكسل، ويصور فيديو بدقه 1080 30 فريم. وراح احط لكم هنا صور ملتقطه بهذا الموبايل مني. ويجي بشاشه كبيره بحجم 6.56 ان من نوع IPS LCD وبدقه الفول اتش دي بلس. والموبايل بيه معالج اليونيسوك تي 606 ويشغل لنا الالعاب بهاي الفريمات. وذاكره الوصول العشوائي هي 8 جيجا بايت وقابله للتوسعه توصل لحد 16. ومساحه التخزين الداخليه هي 256 جيجا وقابله للتوسيع عن طريق بطاقه المايكرو اس دي. وشغل الموبايل نظام الاندرويد 14 مع 2 ترقيه للنظام و3 سنوات تحديثات امنيه تصير كل 3 اشهر. بطاريه الجهاز هي 5000 ملي امبير ويجي وياه شاحن بقدره 20 واط. وسعر هذا الموبايل بهاي المواصفات 189 الف دينار عراقي. ونجي للموبايل الثالث هو البوكو ام 6. انا بصراحه ما مجربه اجهزه بوكو لحد الان، بس اسمع عنها هواي ريفيوات حلوه وهواي من مستخدميها يمدحون بيها، فكتبوا لنا شنو تجاربكم ويا اجهزه بوكو. يجي هذا الموبايل بشاشه كبيره بحجم 6.8 انش من نوع IPS LCD وبدقه الفول اتش دي بلس، ومعدل تحديث الشاشه 90 هرتز. ومعالج الجهاز هو الميديا تك دايمنسيتي 3100 ويشغل هاي الفريمات بالالعاب. وذاكره الوصول العشوائي تتراوح بين 8 جيجا بايت. ومساحه التخزين الداخليه 256 جيجا وهمتين قابله للتوسيع عن طريق المايكرو اس دي. وبطاريه الجهاز 5000 ملي امبير وتدعم الشحن بقدره 18 واط. بالنسبه للكاميرا فيجي بكاميرا احاديه خلفيه بدقه 50 ميجا بكسل وكاميرا السيلفي 5 ميجا بكسل. وهنا نخلي لكم صور لاداء الكاميرا. ويشتغل بنظام الاندرويد 14. الموبايل الرابع هو الريلمي سي 51. شاشه الجهاز حجمها 6 نوعها IPS LCD وبدقه الفول اتش دي بلس. واضاءه الجهاز 560 شمعه. يشتغل بمعالج اليونيسوك تايجر تي 612 وهاي الفريمات اللي يشغلها. ذاكره الوصول العشوائي 8 جيجا بايت والتخزين الداخلي 256 وقابل للتوسيع عن طريق المايكرو اس دي. بطاريه الجهاز 5000 ملي امبير والشاحن 33 واط. بالنسبه للكاميرا فيجي بكاميرا خلفيه اساسيه 50 ميجا بكسل والكاميرا السيلفي 5 ميجا بكسل. يشتغل هذا الموبايل بنظام الاندرويد 13. وهاي اسعار الموبايل اكيد تختلف حسب نوع الذاكره. خامس موبايل من اونر هو الاونر اكس 7 بي. اذا عندكم تجارب اجهزه اونر هماتين كتبوا لنا اياها. يجي هذا الموبايل بشاشه بحجم 6 من نوع الاي بي اس LCD وبدقه الفول اتش دي بلس. والاضاءه مال الموبايل 850 شمعه. ويشتغل بمعالج السناب دراجون 680 نسخة ال4G وهاي الفريمات اللي يشغلها بالالعاب. وذاكرة الوصول العشوائي توصل ل 8 جيجا بايت. تخزين الداخلية هماتين 256 جيجا بايت وقابلة للتوسيع عن طريق المايكرو اس دي. يحتوي على بطارية بسعة 6000 ملي امبير ويدعم الشحن بقدرة 33 واط. بالنسبة للكاميرا فيجي بكاميرا خلفية اساسية دقة 108 ميجا بكسل وكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل. وهنا صور الاداء الكاميرا بالجهاز. يشتغل هذا الموبايل بنظام الاندرويد 13 وهذا سعر الموبايل واكيد يختلف حسب الذاكره. اكتبوا لي شنو اكثر موبايل عجبكم وناويين تشتروه، او اذا عندكم تجربه ويا وحده من هاي الموبايلات هم كتبوا لنا اياها بالتعليقات نستفاد منها. لا تنسون تشتركون بالقناه وتفعلون جرس التنبيهات.